السلام عليكم. النهارده عندنا اخبار كويسه واخبار وحشه. اكتر من 100 نجم عربي وافريقي كتبوا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي عن الكابتن محمود الخطيب، منه الشفاء العاجل من الوعكه الصحيه اللي وقع فيها الكابتن محمود الخطيب، شفاه الله وعافاه. اسطوره مصر والنادي الاهلي، ربنا يشفيك يا كابتن بيبو، يا حبيب كل الاهلاويه، محبوب كل الجماهير ومحبوب كل الدنيا. النهارده جات له دعوات من الجزائر ومن المغرب وتونس والسعوديه والكويت والعراق وفلسطين والاردن، من كل حته. ما شاء الله على حب الناس، بصراحه حاجه تشرف. يعني احنا بننتمي لنادي رئيسه كابتن محمود الخطيب، بس ده يكفي. بس اللي يزعل بقى ان حب الناس ده يجي من بره بلدي، وبلدي هنا للاسف والاعلام المصري الرياضي للاسف ما ذكرش الموضوع ده باي شيء. الشيء بقى العجيب واللي يحزن ان مصر بلد الخطيب ما طلعش منها غير 10 اشخاص هم الوحيدين اللي كتبوا رسائل للدعاء بالشفاء للكابتن محمود الخطيب. دي الحاجه اللي تقهر وتزعل بجد. طبعا كلنا عارفين الكابتن طارق دياب، اشطر محللي قنوات بين سبورت، كابتن المنتخب التونسي 11 سنه، ووزير الرياضه التونسي الاسبق، وكابتن نادي الترجي 18 سنه، ولعب ضد الخطيب كتير سواء قدام الاهلي او في المنتخب. والغريب بقى انه اصلا مش من بلده وكان بيلعب ضده، يعني خصم. كاتب تغريده ولا اروع من كده. كاتب ايه بقى؟ الوعكه الصحيه التي يمر بها الكابتن محمود الخطيب، تمنى الشفاء العاجل لصديقي كابتن محمود الخطيب، كابتن ملاعب مصر وكابتن مصر واسطوره مصر، ونسال الله ان يشفيه ويعافيه. الرساله دي مكتوبه من واحد تونسي مش مصري، بس راجل بيفهم، راجل عنده اصل، ومع انه معشروش ولعب ضده ومش من بلده بس بيفهم، عنده تحضر، وما جاتش من المصريين اللي لعبوا معاه ولعبوا ضده ولعبوا معاه منتخب واصدقائه زمان، ما جاتش من حد في مصر. للاسف الرياضه في مصر بقت كلها غل وحقد. شيكابالا لما كان عيان من كام يوم كنا بنقول ربنا يشفيه ويعافيه، لان دي رياضه والمرض ما فيهوش شماته. ما جاتش من المصريين. النهارده اكتر من 10 دول والاف التغريدات والاف البوستات على كل مواقع التواصل الاجتماعي بيدعوا بالشفاء للكابتن محمود الخطيب، وما جاتش من هنا من الوسط الرياضي للاسف. ما علينا، احنا مش محتاجينكم اصلا تكتبوا له تغريدات عشان هو محبوب كل الدنيا، كل الناس بتحبه وكل الناس عارفه ان الراجل ده خلوق ويستحق فعلا الدعاء. ان شاء الله في استاد القاهره الساعه 4 بعد العصر مؤتمر صحفي هيحضره مارسيل كولر والشناوي قبل مباراه الهلال يوم السبت الساعه 9 ان شاء الله. هيتكلموا عن تعليمات المباراه وملابس المباراه، و90% يعني الهلال هيلبس ازرق والاهلي هيلبس احمر. كابتن سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي وماهر عبد العزيز هم اللي هيمثلوا النادي الاهلي في المؤتمر. اول مره من حوالي اسبوعين تدريب للنادي الاهلي كامل في استاد التتش. التمرين كان هيبقى العصر واجلوه لحين رجوع بيرسي تاو واليو ديانج. وبعد التمرين اللي خلص الساعه 11 مساء كولر استقر على 28 واحد. هيعلن عن القائمه الاساسيه للتشكيل النادي الاهلي، وطبعا محدش هيعرف التشكيله غير يوم المباراه، بس تقريبا التشكيله هتكون الشناوي، خالد عبد الفتاح، معلول، محمد هاني، عبد المنعم. في خط النص السوليه، ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه. الهجوم بقى اللي هيكون فيه اختلاف شويه، بيرسي تاو، عبد القادر، وكهربا. ده توقعاتنا يعني. الفرقه اللي هيبتدي بيها كولر. كولر عنده 28 لاعب، هيختار منهم 22 في التمرينه الاخيره لحد ما يعرف مين الافضل للمشاركه في المباراه. النهارده صدر حكم قضائي من هيئه المفوضين بمجلس الدوله موجه الى اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والنادي الزمالك بعدم احقيه مرتضى منصور باداره نادي الزمالك. قرار الهيئه العليا بمجلس الدوله بيقضي باستبعاد وعزل مرتضى منصور من اداره نادي الزمالك لعدم جدارته باي نشاط رياضي، عزله لمده 5 سنين من مزاوله اي نشاط رياضي. القضاء امر بعمل جمعيه عموميه سريعه جدا لنادي الزمالك لاختيار رئيس جديد. والرد من نادي الزمالك كان انه استدعى مرتضى منصور لمكتبه، بعتوا جابوا القنوات الرياضيه كلها وعمل لقاء معاهم في مكتبه جوه مقر النادي. طب ازاي؟ مش عارف. رسميا الهيئه العامه للنقل تعلن عن تخصيص 50 اتوبيس لنقل جماهير النادي الاهلي الى استاد القاهره. الاتوبيسات دي هتبتدي تشتغل من الظهر، وطبعا كل الشكر للهيئه العامه للنقل العام على المبادره الجميله اللي عملوها دي ومسانده النادي الاهلي كفريق بيمثل مصر. الساعه 9 هيتلعب مباراه الزمالك والمريخ السوداني في استاد القاهره. مباراه ملهاش اي 30 لازمه، كل الفايده الوحيده اللي فيها ان لو الزمالك كسب هياخد كام دولار زياده، بس كده، ملهاش اي لازمه. لو خسر بقى هيطلع طبعا كالعاده حصاله افريقيا زي ما احنا عارفين ومتعودين، انما لو كسب وخد مركز ثالث في المجموعه هياخد له كام دولار كده من الاتحاد الافريقي. وبالمناسبه جماهير الزمالك العظيمه للاسف الشديد 200 تذكره لغايه دلوقتي اللي اتحجزوا، واللي يجننك اكتر ان اللي حجزوهم سودانيين. اي والله اللي حجزوهم سودانيين. الله اعلم بقى ايه. طبعا هيجاملوا مرتضى اللي هو اصلا معزول بامر قضائي، يفتحوا لهم الاستاد ببلاش ولا ايه، الله اعلم. والاسطوره شيكابالا هيلعب المباراه علشان يحقق حلمه ويجيب السته، حصاله افريقيا. اي والله يا اسطوره انت حصاله افريقيا، اقسم بالله اصغر عيل عندنا في النادي الاهلي جايب بطولات بعدد شعر راسك اللي واقع زي حالاتي ده. انا مش عارف الكوره ماشيه ازاي في مصر والله. لنا الله لك الله يا اهلي، والله اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.